لو محتاج فرصة أخيرة إنك تغير حياتك قبل ما رمضان يخلص، اوعى تضيع الفيديو ده من إيدك. أنت بجد هتندم على كل لحظة أنت هتأخر فيها إنك تشوف الفيديو ده. سيب اللي في إيدك بأي طريقة وركز في الفيديو ده. يا رب افتح عليا وجري على لساني اللي أنت عاوز توصله من خلالي واللي الناس محتاجة تسمعه. إحنا داخلين على آخر 6 أيام في رمضان، واللي بإذن الله يكون فيهم ليلة القدر. دي أعظم ليلة بتيجي في السنة، ما بتجيش غير مرة واحدة. ربنا من عظمة الليلة دي نزل فيها سورة في القرآن وقال فيها إن هي خير من 1000 شهر. الليلة دي الحاجة اللي هتعملها فيها كأنك قعدت تعملها 83 سنة، دعيت كأنك قعدت 83 سنة تدعي، صليت كأنك قعدت 83 سنة تصلي، تصدقت، قرأت قرآن، وقفت عن ذنب، كأنك قعدت 83 سنة تعمل الحاجة دي. يعني تخيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم من عظمة الليلة دي بيقول إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها يعني اللي يضيع الليلة دي من إيده فقد حرم الخير كله، كأن ما شافش خير في الدنيا دي كلها. ولا يحرم خيرها إلا محروم، يعني اللي هيتحرم من خير الليلة دي كأنه هيقعد محروم طول عمره. احنا دلوقتي بنتكلم على ليلة ما فيهاش هزار، ليلة غيرت حياة ناس، ليلة ناس بسببها بيدخلوا الفردوس الأعلى، ليلة والله بجد بتحقق أحلام ناس. فاحنا لازم نستعد ونعمل الصح. ليلة اللي يقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كأن انت لسه مولود ومعلكش ولا ذنب. ما ينفعش نضيعها، صح؟ نركز بقى في اللي هقوله دلوقتي عشان هقول نعمل ايه الكام يوم الجايين عشان نستغل الليلة دي احسن استغلال. احنا معناش غير 6 ايام في رمضان، هقول فيهم على 5 حاجات نعملهم باذن الله. انت لو عملت ال5 حاجات دول انت هتكون استفدت من ليله القدر افضل استفاده. انت مش هتخرج من رمضان غير لو بجد ربنا جابر لك خاطرك. قبل ما اقول الحاجات دي في نقطه مهمه انت لازم تفهمها. عامل الوقت في ال6 ايام الجايين دول هو مهم جدا. لو تقدر او في اوبشن وده مش هيضرك انك مش تشتغلش ال6 ايام الجايين وتتفرغ للعباده، اعمل كده. وقف خروجات، وقف فطار بره، وقف سحور بره، وقف خروجات مع اصحابك، وقف كل حاجه. ما تقابلش اي حد في ال6 ايام دول. انت دول 6 ايام لو ركزت فيهم هيغيروا حياتك، فرصتك، ومش هتاخد من وقتك كتير، فلازم تفضي نفسك فيها. اول حاجه انك تعزم انك توقف اي ذنب انت كنت بتعمله سواء قبل رمضان او لو حتى كنت بتعمله في رمضان. اعزم انك توقف اي ذنب ايا كان حجمه، ايا كان كبيره من الكبائر او حاجه صغيره، وقف الذنب ده، وقف الذنب ده عشان لو ليله القدر في ال6 ايام دول باذن الله ربنا يتقبلها منك. ما تخليش الشيطان يقعد يلعبك ويقول لك يعني انت هتتوب ال6 ايام وربنا يغفر لك كل ذنوبك. انت هتتوب ال6 ايام وربنا يغفر لك كل ذنوبك. شيل الصوت ده من دماغك، ركز في ان انت تتعبد ال6 ايام دول. الحاجه التانيه الصلاه. انت ما كنتش بتصلي او بتصلي وبتقطع او كنت بتصلي بس في البيت زي كده، ال6 ايام الجايين لازما هنصلي كل فرض في المسجد، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صلاه التراويح، صلاه التهجد، كل ده نصليه في المسجد. ايا كان اللي عملته من اول رمضان خلاص امسحه باستيكه كانه ما حصلش. نركز في ال6 ايام دول نصلي الفرض بفرضه في المسجد. وفي بقى صلاه مهمه ممكن ما نكونش احنا بنصلي قيام الليل، بس صلي حتى لو ركعتين قيام الليل. الركعتين دول اعتبرهم كده فضفضه مع ربنا، انزل السجده واقعد فيها ساعه ما يفرقلكش. قيام الليل في الايام العاديه بيكون عظيم جدا عند ربنا، طب تخيل بقى قيام الليل في ليله القدر. يبقى هنصلي كل الفروض في المسجد باذن الله ونصلي قيام الليل، ولو نقدر نصلي النوافل نعمل كده. هتسرح في الصلاه، هتلاقي نفسك اوقات تايه ومشتت وبتفكر في مشاكلك جوه الصلاه. الشيطان هيجي لك ويقول لك انت عملت وسويت وجاي تصلي دلوقتي، شيل كل الاصوات دي من دماغك. ال6 ايام دول والله كافلين ان هم يغيروا حياتك. الحاجه الثانيه الدعاء. لو هنتكلم على عظمه الدعاء في رمضان فربنا بيستجيب لاي حد بيدعي باذن الله في رمضان. بس تخيل لما يبقى الدعاء ده في العشر الاواخر من رمضان، لا طب تخيل الدعاء ده لما يكون في ليله القدر، اعظم ليله عند ربنا. ربنا مش هيرد حد في اليوم ده. انت دلوقتي خلي في قلبك كده انت هتدعي بالحاجه باذن الله، باذن الله هتتحقق لك. ربنا دلوقتي بيقول لك قول لي انت عاوز ايه وانا هستجيب. فامسك ورقه وقلم واكتب كل اللي في نفسك، كل اللي في نفسك في الدنيا، كل اللي في نفسك في الاخره، كل حاجه نفسك ربنا حققها لك سواء ماديه او معنويه. نجاح في حاجه معينه، نجاح في شغل، انك يبقى معاك فلوس، انك يبقى معاك عربيه، انك تتجوز، انك تشفى من مرض معين، ان ربنا يرزقك الذريه الصالحه. اكتب كل حاجه في الورقه دي اللي انت هتقوله لربنا الكام يوم الجايين هيستجيبه لك. شوف انت عاوز تعمل ايه، هتضيع الفرصه دي من ايدك ولا انت هتدعي؟ باذن الله كل ركعه في كل صلاه احنا هنصليها هندعي. قيام الليل ننزل السجده نقعد نفضفض فيها كده باللي في قلبنا لربنا، نقول كل اللي في نفسنا لربنا. لو ذنوبك قد كده يعني وهقول لك عملت ذنوب جبال، ادعي ربنا ان هو يعفو عنك. السيده عائشه لما سالت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ارايت ان علمت ليله القدر، يعني يا رسول الله لو عرفت ان ليله القدر خلاص داخله عليا اعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قولي انك عفو تحب العفو فاعفو عني. انت في وقت ربنا بيعتق في ناس من النار، في ناس جسدها بيحرم على النار، يعني ربنا كده ما بيدخلهمش النار وبيدخلوا الجنه على طول بسبب الليله دي. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايا كان اللي عملته هيتشال
قال احمد ربنا، كلمه الحمد لله ما تتشالش من على لسانك اليومين الجايين، وان شكرتم لازيدنكم. يعني لو انت دلوقتي حاسس ان انت في خير وان ربنا الحمد لله راضي عنك ورزقك بخير كتير، لو شكرت ربنا هيزيدك. اثني على ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك قليلين قوي اللي بيشكروا وقليلا من عبادي الشكور. احنا لازم نشكر ربنا عشان ربنا يزيدنا. الحاجه الرابعه الذكر. طبعا انت ممكن تسمع قصص ومعجزات بتحصل بسبب الذكر، وخلي بالك ده مش في رمضان، ده في الايام العاديه. طب تخيل عظمه ذكر ربنا سبحانه وتعالى في العشر الاواخر من رمضان. طب تخيل عظمه ذكر ربنا سبحانه وتعالى في ليله القدر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ما يتشالوش من على لسانك بعد كل صلاه. اذكار الصباح واذكار المساء يتقالوا كل يوم اول ما تصحى وقبل ما تنام. لسانك قدر الامكان ما يتشالش من عليه الذكر، كل ما تلاقي نفسك ناسي تفتكر فتقعد تذكر ربنا. الحاجه الخامسه قراءه القران. لو انت بتقرا قران فكمل قراءه. لو انت ما قراتش ولا سوره من اول رمضان، انت دلوقتي اقعد اقرا. ما قراتش من اول رمضان خلاص، اللي عدى عدى مش مشكله، انت معاك 6 ايام اقعد اقرا فيهم اللي تقدر عليه. لو هتقرا كل يوم جزء ماشي، لو مش قادر وما فيش وقت اقرا كل يوم حتى لو صفحه. لازم تقرا قران. ربنا كرمك وختمت عيد تاني، بس لو انت ما قراتش مش مشكله، اقعد بقى دلوقتي اقرا قران، فرصتك الاخيره، واقرا اللي تقدر عليه. والله لو تقدر تختم في ال6 ايام دول مفيش مشكله. لو مش هتقدر وهتقدر كل يوم تقرا حتى لو صفحه، اقعد اقرا. انت لو قرات قران في ليله القدر كانك قعدت 1000 شهر بتقرا قران. احنا بنتكلم في عباده متتاليه لمده 1000 شهر، حوالي 83 سنه، فلازم تقرا قران واللي تقدر عليه اعمله. الحاجه السادسه والاخيره الصدقه. انا مش عاوز اقعد احلف، بس والله انا سمعت قصص ناس والله ربنا غناهم بسبب الصدقه. انا كشهاب لما جربت الصدقه والله العظيم حصل فرق جذري في حياتي. وده في الايه، في الايام العاديه الجنيه اللي هتطلعه ما تعرفش هيبقى بمقام قد ايه عند ربنا. الصدقه اللي هتعملها هتبقى بمقام 1000 شهر، كانك قعدت تطلعها كل يوم لمده 83 سنه. اللي تقدر عليه تصدق بيه. تقدر ب 10000 تصدق ب 10000، تقدر ب 1000 تصدق ب 1000، تقدر ب 100 تصدق ب 100، تقدر ب 10 جنيه تصدق ب 10 جنيه، تقدر حتى لو بجنيه تصدق بجنيه، ما تقدرش خالص تصدق مما اتاك الله. شوف ايه اللي ربنا فتح عليك بيه واعمله. ساعد حد كبير، ساعد في تنظيف جامع، اماطه الاذى عن الطريق صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، علم اي حد حتى لو حاجه قد كده عن ربنا دي صدقه. كل حاجه في الدنيا صدقه. شوف ايه اللي ربنا اداهولك وطلع منه. احنا بنتكلم في ليفل عالي قوي. ده كده كده الصدقه في الايام العاديه اللي بنطلعه بيرجع لنا، المقابل بتاع الصدقه في ليله القدر ان شاء الله هيبقى عامل ازاي. فباذن الله عز وجل لازم نتصدق. امشي على ال6 حاجات دول واعملهم ال6 ايام الجايين. استموت بجد. لو عايز تغير حياتك وترجع طفل كانك ما عملتش ولا ذنب وتحقق كل احلامك اللي نفسك فيها، استغل ال6 الايام الجايين دول افضل استغلال. كنسل كل حاجه كانت وراك، ما تقابلش اصحابك، ما تفطرش بره، ما تروحش عزومات، ما تروحش سحور، وقف كل حاجه. لو تقدر توقف شغلك وقف شغلك، لو ده مش هيضرك باذن الله. لو عملت الحاجات دي انت مش هتخرج من الاسبوع ده الا وربنا جابر خاطرك ومحقق لك اللي انت عاوزه. فشوف انت عاوز ايه. هل عاوز انك تضيع فرصه عظيمه زي دي ومش هتتكرر غير السنه الجايه ويا عالم انت هتكون عايش ولا لا، ولا تستغل الفرصه دي وتغير حياتك 180 درجه للاحسن؟ وتشجيعا لو حابين واللي هيكون فاضي ان شاء الله انا ليله 27 رمضان هصلي العشاء والتراويح في الازهر، فاي حد حابب ان هو يبقى موجود نصلي التراويح مع بعض، نتعبد كلنا مع بعض ان شاء الله انا اكون موجود هناك. وزي ما قلت لك هي فرصه، ما تضيعش الفرصه دي من ايدك وشير الفيديو ده. يعني ده احنا مش هنقول كنز بقى، دي حاجه اعلى من الكنز، احنا بنتكلم على حاجه عظيمه جدا، فلازم تستغلها افضل استغلال واوعى تضيع الفرصه دي من ايدك. وبس كالعاده ما تنساش تعمل شير.